الجلابة ماشي غير لباس، هذه حكاية ديال القرون، قطعة كتلخص الهوية المغربية، الوقار، الأناقة والتاريخ. وكل نوع عنده قصة خاصة، من الجلابة الصوفية في الشتاء للكتانية الخفيفة في الصيف، حتى البيضاء في الجمعة والأعياد. اليوم غادي نوريكم رحلة عبر أنواع الجلابة الرجالية المغربية، ونكتشفوا مع بعض الأسرار اللي مخبية فهذا اللباس العريق. اليوم غادي نبداو مع النوع الأقوى في الشتوية، الجلابة الصوفية، مصنوعة من الصوف الطبيعي، ثقيلة ودافئة، وكيجي بها اللون الرمادي، البني أو الألوان الداكنة. هذا التصميم موثوق كي يحافظ على الدفء وكيحميك من البرد القارس. فالصورة الأولى شفنا جلابة ناعمة وحديثة، ثم ننتقل لصوفية تقليدية من الريف، ثم واحدة مخططة وأنيقة، وأخيرة داكنة وفخمة تليق حتى بالمناسبات الشتوية. هذا النوع هو الجلابة البيضاء الرجالية، رمز للصفاء والوقار، مصنوعة من قماش خفيف غالباً القطن أو الكتان، ومثالية للأجواء الدينية أو الاحتفالات. والقب الطويل ما زال حاضر باش يذكرنا بالجذور والهوية، فالجمعة، العيد أو فالاحتفالات الكبرى تلاقي الرجال لابسين هذه الجلابة البيضاء كعلامة على الحشمة والهيبة.